رسالة من مواطن يمني اسمه يوسف الحميدي، تربى ونشأ وترعرع وتقعقع وتعلم داخل أرض الوطن، وقضى أهم سنين حياته خارج الوطن، مش فرحة ولا زقعة بسبب الوضع الاقتصادي. يوجه نداء لكل الحكومات في اليمن وخاصة حكومة صنعاء: والله أنه خزي وعار وأسف عليكم كقضاة وكضباط وكمسؤولين يلتجئ الفقير والبسيط والغلبان في أخذ حقه إلى مشاهير السوشيال ميديا في ظل وجودكم، وتأتي حملة في السوشيال ميديا وتسحق دوركم في المجتمع تماما، وتنهي مفعول القاضي والضابط والمسؤول والعسكري. من أول كان إذا في واحد فقير غلبان بسيط مسكين يوصل قضيته إلى القضاء وإلى أقسام الشرطة وإلى الدولة يفرح يأمن يقول حقي بيرجع لي. الحين إذا وصل قضيته إلى مشاهير السوشيال ميديا يأمن، وإذا وصل إلى القضاء يخاف. حسافح على كل قاضي يحترمه المجتمع، وحسافح على كل ضابط يتمم له أفراد الشرطة، وحسافح على كل مسؤول يحترم كل هؤلاء، ويأتي مشهور في السوشيال ميديا ينهي مفعولكم بمنشور. والله إنه أسف عليكم، خزي عار والله. القاضي درس عدة سنوات بعد الثانوية من أجل أن يصبح قاضي، والضابط درس عدة سنوات بعد الثانوية عشان يصبح ضابط، والمسؤول أدى يمين القسم أن لا يخون الوطن ولا المواطن، ويتقاضون رواتب هائلة. وفي الأخير يأتي مشهور قد ربما لم يدرس ولم يتعلم، ويكون دوره فعال في نصرة المظلوم أزود من هؤلاء. والله إنه خزي وعار عليكم كقضاة وكضباط وكمسؤولين. لذلك نتمنى إعادة النظر في كل مسؤول وكل قاضي وكل ضابط في قسم شرطة من قبل الجهات المختصة قبل أن تصبح اليمن غاغة في السوشيال ميديا. الفقراء والبسطاء والمساكين والمظلومين أصبحوا يتوجهوا إلى السوشيال ميديا، لم يعد يتوجه إلى القضاء. وهذه مصيبة وكارثة أن يتحول كل قضايا الشعب اليمني إلى السوشيال ميديا. سيخلط الحابل بالنابل، وسيظلم ناس، وسيأخذ ناس حقه وناس لن تأخذ حقها، وسنصير عمئة في أفواه المجتمع العربي والشعوب المجاورة. عيب عليكم. آلاف القضاة ومئات آلاف الضباط وآلاف المسؤولين يأتي مشهور ليسحق دوركم ومفعولكم في المجتمع. أتمنى أن رسالتي وصلت.